السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا عندنا أخبار مهمة جدا لكل جمهور الزمالك العظيم، إن شاء الله نقدر إن إحنا نفرحهم طبعا، لأن في بعض الجماهير زعلانة من مستوى فريق نادي الزمالك وانهياره في الموسم الحالي. عندنا كمان قضايا الفيفا بتهدد صفقات الزمالك الجديدة، رحيل زيزو، وهنتكلم كمان عن صفقات الزمالك أو اللعيبة اللي الزمالك بيخلص فيها او بيجهزها للموسم الجديد. بس الاول تعالوا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان ندوس لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل الجرس ليصلك كل جديد عن نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. اول حاجه طبعا صفقه قويه جدا تقترب من الاهلي، صفقه قويه جدا تقترب من الاهلي. يعني الاهلي بيضاعف كمان قوه خط الوسط عنده، لان انت عارف كلنا عارفين ان قوه فريق الاهلي في خط النص. النهارده الاهلي خلاص يقترب من ضم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، اللاعب اللي طلع اعلن قبل كده ان هو زملكاوي بيتمنى الانضمام للزمالك. الاهلي بيخلص فيه، واللاعب قريب من الاهلي، واللاعب كمان وافق على الانتقال الاهلي. الاهلي عنده ديانج وحمدي فتحي والسوليه، وعنده كمان مروان عطيه، وعنده الجندوزي، وكمان يخطف صفقه كبيره جدا ممكن تفيد الزمالك زي محمد رضا بوبو، لاعب كبير، لاعب لسه صغير عنده تقريبا 22 سنه 23 سنه. فالاهلي بيامن خط النص لمده 5 6 7 سنين قدام. على الناحيه الثانيه الزمالك ما عندوش نص ملعب، فرط في امام عاشور، يعني اهم لاعب في وسط الملعب في مصر، في نص الموسم علشان 2.5 مليون دولار. ده حال نادي الزمالك. الاهلي بيدعم فريقه، عشان كده الاهلي فرقه تقيله. ده كلام هيزعل طبعا كل زملكاوي، لكن بقول لك اللي حصل في المغرب ان الاهلي عنده نص ملعب قوي، ديانج ومروان عطيه، وبيطلع مروان عطيه بينزل حمدي فتحي، بيطلع حمدي فتحي بينزل السليه. فالفرق الكبيره لازم يكون عندها لاعيبه كبيره، لازم البديل اللي على الدكه يكون على نفس المستوى اللي في الملعب، زي ما كان عندنا فرجاني ساسي وطارق حامد وامام عاشور. كان عندنا خط وسط الزمالك كان بيقدر يفوز، وقدر ان هو يخلص او يفوز باثنين دوري ورا بعض الكاس، وكمان وصل لنهائي افريقيا 2020. الفرق بتتبني بصعوبه، ولكن التفريط فيها بيكون بسهوله في نادي الزمالك. كمان استمرار تحشيش قناه الزمالك. قناه الزمالك كالعاده تواصل ابداعها وبتضل جمهور الزمالك العظيم. في بعض الاعلام اللي بيطلع امبارح مع كابتن خالد منصور على قناه الزمالك بيقول لك انا فرحان يا كابتن، انا كنت بشجع الاهلي علشان ان هو يفوز على الوداد، علشان الوداد ما يقربش من رقم الزمالك في افريقيا، ان هو الزمالك دلوقتي ثاني فريق في افريقيا معاه 5 بطولات، وبعده يجي مازيمبي، وبعد كده الترجي 4، وبعد كده الوداد 3. فتخيل عقليه او العقليه اللي فيها نادي الزمالك، او عقليه الناس اللي بتدين نادي الزمالك، بيقول لك انا بشجع النادي الاهلي علشان يعني يوقف الفرق اللي عاوزه توصل لرقم الزمالك اللي هو 5، اللي هو المركز الثاني، اللي هو اللي واخد بطولات بعد الاهلي الزمالك. طب انت ما فكرتش يا كابتن ان انت يعني تركز ان انت تزود بطولاتك؟ يعني بدل ما تشجع الاهلي كل مره والاهلي يوصل للبطوله ال 50 في افريقيا وانت لسه واقف مكانك، لا بيشجع الاهلي عشان يوقف الفرق الثانيه والاهلي يوصل ل 100 بطوله. ده العقليه للاسف اللي بتتم النادي، بدل ما يحس الناس او يحس اللعيبه او يحس الاداره على ان احنا لازم خلال الفتره اللي جايه نركز في افريقيا بشكل قوي علشان نزود بطولاتنا او نبعد عن اقرب المنافسين زي مازيمبي والترجي، نزود بطوله اثنين. لا، بيقول لك انا كنت بشجع الاهلي علشان ان هو يوقف الفرق اللي هتحاول توصل للرقم بتاعي. انا بقالي اكتر من 20 سنه واقف عند 5 بطولات، والاهلي بعدي كسب 8 بطولات. فلازم للاسف العقليه تتغير عشان نادي الزمالك تتغير. لو العقليه دي ما اتغيرتش فللاسف نادي الزمالك مش هيتغير. وبعض جمهور الزمالك فهم ده بعد ما الموسم خلص وبعد ما الاهلي كسب كل البطولات، دلوقتي زعلان وبيندم على اللي حصل في الموسم الحالي. كمان اتحاد جده يفسخ عقده او يستقر على فسخ تعاقده مع طارق حامد. خلاص اتحاد جده ضم كريم بنزيما وبيضم كانتي لاعب تشيلسي، فما عادش حاجه لطارق حامد. يعني اضطرب من او يعني استقر على انه يفسخ عقده مع طارق حامد. واللاعب طبعا عاوز يرجع الزمالك، وميدو تواصل معاه على اساس انه يرجع الزمالك، ولكن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رافض عوده طارق حامد الى نادي الزمالك مره اخرى. بيقول لجمهور الزمالك خلوا عندكم كرامه، الراجل ده سابكم في عز المحنه فانتوا بتجروا وراه ليه؟ راي جمهور الزمالك، يا ريت الناس اللي بتشوفني تكتب لي في الكومنتات، هل انت مع عوده طارق حامد الى الزمالك؟ انا شايف ان عوده طارق حامد لنادي الزمالك في الوقت الحالي عوده مهمه جدا، لان طارق حامد قبل ان هو لاعب قوي جدا في وسط الملعب هو لاعب قائد بيقدر يقود الفريق. الزمالك بيلعب بدون قائد، كل واحد بيلعب مع نفسه. الزمالك ما عندوش قائد، ما عندوش لاعب بعقليه طارق حامد. عشان كده لما كان عندنا طارق حامد قدرنا ان احنا نفوز بالدوري، نكسب الاهلي، يعني كنا ماشيين كويس. ولكن طبعا للاسف تم التفريط في نص ملعب نادي الزمالك. كمان قضايا لشبونه
وخالد بوطيب تهدد صفقات الزمالك. إيه الموضوع ده؟ الزمالك طبعا عاين فلوس امام عاشور، وعاين بعض الدولارات اللي هتيجي من مشاركه سيف الجزيري في كاس العالم، وطبعا غرامه الكهرباء لو دفعها قبل المهله عينهم على جنب عشان يبتدي ان هو يدعم الفريق بست صفقات اجانب سوبر. واحد هيقول لي احنا مشينا 5 محترفين، الزمالك هيجيب لاعب محترف سوبر على كلام طبعا طالع من قناه الزمالك تحت السن، بحيث ان هم يكونوا 6 اجانب يقدروا يشيلوا نادي الزمالك، لان طبعا كلنا عارفين ان اللعيبه المميزه في مصر حاليا في الدوري مش موجوده. يعني انت لو جيت بصيت على الدوري كله هتلاقي اللعيبه المميزه يا اما في الاهلي يا اما في فيوتشر يا اما في بيراميدز، مفيش لعيبه في اي فرقه ثانيه الا لاعب او اتنين بالعافيه. ماشي. فالموضوع هيكون صعب على الزمالك ان هو يجيب صفقات من الدوري المحلي، فالزمالك عاوز يجيب 6 صفقات اجانب يشيلوا فريق الزمالك، ودي حاجه كويسه جدا تحسب للناس اللي بتفكر بالشكل ده، لان فعلا ما فيش لاعب مميز في مصر غير لاعب او اتنين بالكثير، وهيكون فيهم خناقه كبيره. يعني محمد رضا ضد الزمالك لازم يدخل فيه بقوه، لان لو الاهلي خده الاهلي هيكون عنده لعيبه في نص الملعب، فهيامن نص الملعب لفتره كبيره جدا. كمان زي ما قلت قضايا لشبونه وخالد بوطيب بتهدد صفقات الزمالك. الزمالك عنده قضيه لشبونه وخالد بوطيب طبعا اللي هي بتاعت شيكابالا، لسه الزمالك ما دفعش الفلوس، الزمالك بيتفاوض مع لشبونه على انه يقسط المبلغ. نفس الكلام قضيه بوطيب لسه حتى الان لم تحسم، الزمالك استأنف على العقوبه، ولكن لو الكاس او الفيفا بعت الزمالك ان الزمالك لازم يدفع، فالزمالك هيدفع مبالغ كبيره جدا، 1.5 مليون تقريبا لشيكابالا و2 مليون دولار او اكتر لخالد بوطيب. فالموضوع هيكون صعب، صفقات الزمالك هتكون صعب ان هي تيجي، خصوصا كمان إن في حجوزات على حسابات نادي الزمالك. رحيل زيزو، ايه موضوع رحيل زيزو دوت؟ حاليا في عروض وصلت الى نادي الزمالك، حاليا في عروض وصلت الى نادي الزمالك بشان انتقال زيزو للدوري التركي، في فريقين او 3 من الدوري التركي يتفاوضوا حاليا مع نادي الزمالك، وبعتوا عروض رسميه لاداره نادي الزمالك بشان ان هم يشتروا زيزو ويرحل للدوري التركي. في كلام دلوقتي ان اداره الزمالك بتشوف الموضوع، بتتشاور هل ينفع ان احنا نمشي زيزو. الورقه الوحيده خلاص، يعني ده اللاعب الوحيد اللي متبقي من التيم اللي كسب 2 دوري ورا بعض، واللي وصل نهائي افريقيا، واللي كسب الكاس من الاهلي، واللي كسب سوبر افريقيا وسوبر مصري. خلاص ما عادش، كل اللعيبه يعتبر مشي والونش مصاب، فزيزو هو الصفقة أو اللاعب الوحيد المتبقي من الجيل اللي خد 2 دوري ورا بعض. فأنا مش عارف إدارة الزمالك هتفرط فيه ولا هتبني فريق على زيزو وتدعم في الموسم الجديد وتنافس على كل البطولات بشراسة، سواء الدوري سواء الكونفدرالية سواء الكاس. أي بطولة هتيجي لازم إن أنت تنافس على خلال الفترة اللي جاية، لأن الأهلي هيبعد، لأن الأهلي معاه فلوس وبيدعم وبيكسب، والمكسب بيجيب مكسب، فأنت لازم تلحق نفسك، لأن تنزل في دوامة ال10 سنين اللي عشناهم بعد 2005. طبعا أنا مش مع رحيل زيزو، ولكن راتب زيزو كبير، فعامل في كلام إنه عامل مشكلة في أوضة اللبس، فلازم إن هو يرحل ونجيب لعيبة. فلو زيزو رحل وجبنا لعيبة فهنبتدي ننشئ فريق من الأول، فالفريق مش زي ما قلت مش بيتعمل بسهولة، ياخد موسم أو اتنين عشان تاخد بطولة. هنرجع ل 2017 و2016 و2018 وأنتوا عندكم تجارب كتير، الزمالك كان بيجيب بال10 صفقات وال15 صفقة، وكانوا بيمشوا في نهاية الموسم عادي ومحدش كان بيتكلم، ولكن ما كناش بناخد بطولات، ممكن نخطف كاس ممكن نخطف سوبر، انما ما كناش بنخطف دوري. المره الوحيده اللي لما تم ايقاف القيد اخذنا دوري، والمره اللي بعدها كمان اخذنا دوري. فده لما قفلنا على فرقتنا اخذنا 2 دوري ورا بعض، فلازم خلال الفتره اللي جايه نركز على اللعيبه المميزه ونبتدي ندي كل لاعب فرصه علشان يثبت نفسه داخل نادي الزمالك. كمان الزمالك يقترب من التعاقد مع مهاجم يانج افريكانز فيستون ميالي. اللاعب دوت كان هداف الكونفدراليه في الموسم الحالي، الزمالك بيحاول يتفاوض معاه عشان يتعاقد معاه، خصوصا ان هو عنده خبرات في افريقيا والكونفدراليه، والزمالك هيشارك في الكونفدراليه خلال الفتره اللي جايه. صفقات الزمالك زي ما قلت طبعا محمود حماده الزمالك بيخلص فيه ومفاوضه، رغم ان هو لاعب كبير في السن، ولكن يعني بدل ما كنا نخلص في ووب ونخلص في لعيب في وسط الملعب غنام مهند لاشين من فيوتشر، لان احنا طبعا مش عارف نجيب لعيبه من بيراميدز. فالزمالك بيخلص محمود حماده لاعب كبير في السن تقريبا نفس عمر طارق حامد، فانت محتاج وانت محتاج لعيب شاب يكون في نص الملعب، ولسه ما جددناش مع سيف جعفر. فعندنا مشاكل كتير، واداره الزمالك مش عارفه هي فين، يعني مش عارفين يجدد ليوسف اسامه وسيف جعفر. تخيل اداره الزمالك مش عارفه تجدد لسيف جعفر ويوسف اسامه. فحاليا محمود حماده هو الاقرب لخط وسط نادي الزمالك في الموسم اللي جاي، خصوصا ان هو دخل مفاوضات مع نادي فاركو، هيدفع مقابل مادي ومقابل مثلا عمرو السيسي ورؤى او اي لاعب بيختاره نادي فاركو. كمان طارق حامد زي ما قلت، عوده طارق حامد بعد ما فسخ تعاقده تقترب من نادي الزمالك، ولكن طبعا رئيس نادي الزمالك يعارض الموضوع، فممكن الصفقه تكمل وممكن طارق حامد تلاقيه في بيراميدز، وممكن
يكمل في الدوري السعودي اي فريق غير الاتحاد يضم طارق حامد، لان طارق حامد لاعب كبير وكان سبب من اهم اسباب فوز اتحاد جده بالدوري والسوبر الموسم الحالي. كمان زي ما قلت يحيى جبران لاعب الوداد، اللجنه الفنيه للزمالك وسوريو كانوا بيراقبوا اللاعب امام الاهلي في مباراه الذهاب والعوده، بس اللاعب كان قريب من الزمالك الموسم الحالي اللي فات، ولكن طبعا آه، مدير الكره قرر ان هو يضم زكريا الوردي بديلا ليحيى جبران، واللاعب جدد مع الوداد، فاللاعب بيقولوا ان هو الزمالك ممكن لو ما عرفش يجيب لاعب نفس مواصفات يحيى جبران فيكون يحيى جبران هو اللاعب الاقرب لنادي الزمالك في الموسم الجديد. مع طبعا عوده امام عاشور، طبعا كلنا عارفين قلنا بلاش نفرط في امام عاشور دلوقتي، استنى لاخر الموسم. امام عاشور لعب ماتشين ثلاثه جاب جونين بعد كده قعد دكه، يعني امام عاشور ما عادش بيشارك مع ميتلاند في الدوري الدنماركي، وطبعا اللاعب زي دوت كان متوهج بشكل كبير وكان عنده انطلاقه كبيره مع الزمالك ومنتخب مصر. طبعا كالعاده اي لاعب مصري بيتالق، اي لاعب مش مصري اي لاعب من الزمالك بيتالق موسم بتلاقيه على طول جاله عقد احتراف عقد، انما الناحيه الثانيه الاهلي بياخد بطولات دوري وكاس وافريقيا وما تلاقيش عندهم مثلا عرض واحد لحمدي فتحي واداره الاهلي رافضه تبيعه باقل من 4 مليون دولار. شوف العقليه بس عشان تعرف ان انت عندك ناس بتدير بعشوائيه، واحد بيتفرج في لاعب عنده 23 سنه 24 سنه، امام عاشور اهم لاعب في خط وسط منتخب مصر، والاهلي عنده حمدي فتحي فوق ال 30 سنه ومش عاوز يبيعه باقل من 4 مليون دولار، مش عاوز يبيعه. الاهلي قال لك لو ما جاش ليه 4 مليون دولار مش بايعه. كمان زي ما قلت محمود حماده، امام عاشور، يحيى جبران، طارق حامد، عوده محمود علاء مع بعض التدعيمات. زي ما قلت الاجانب كلها هتمشي معانا الزمالك، والزمالك حاليا بيفوض او بيحاول يشوف لعيبه مميزه افارقه او لعيبه اجانب عشان يبتدي يضمهم في الموسم الجديد. في لاعب سته متميز بيلعب في الدوري التونسي اسمه احمد خليل، برضه الزمالك شايف ان اللاعب دوت ممكن يكون اضافه خط وسط الزمالك في اكثر من لاعب، لكن حتى الان اداره الزمالك ما استقرتش الا على بعض الاسماء. خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله هنحدثكم بكل جديد، وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.